مرحبا ويعطيكم ألف عافية. اليوم رح أعمل معكم سبانخ. حبيت أشارككم طريقتي بطبخ السبانخ، وإن شاء الله تعجبكم. تابعوني لنهاية الفيديو. أنا جايبة سبانخ منظفتهم وغسلتهم كتير منيح، ورح أفرمهم. بفرم الساق فرم ناعم، والعرق الأخضر من فوق بكمل فرم وسط ما كتير ناعم، الأفضل إنه ما يكون ناعم. في كم طريقة لطبخ السبانخ، وحبيت اليوم أشارككم طريقتي المعتمدة. بلاقي إنه السبانخ بضل على نكهته، وبضل لونه أخضر بالطبخ، ما بيتغير لونه، إنه بيغمق بصير لونه هيك على سواد. خلصت فرم السبانخ ورح أنتقل للخطوة اللي بعدها. أنا هون حاطة طنجرة فيها مي، وتقريبا رايحة تغلي المي، ففورا بنزل كمية السبانخ اللي فرمتها. هاي الطريقة بس إنه شي نخلي السبانخ يدبل معي، يدبل بالمية السخنة. يعني بخليه بالمية السخنة على الغاز شي يعني 5 دقايق. بالمعلقة هيك بنزل هلا أنا كل السبانخ مشان ينغمر بالمي. هيك صار عندي السبانخ جاهز. ما بدنا نغير، يتغير اللون عنا أبدا. بس طولنا الوقت بصير بيغمق عندي السبانخ. أنا صفيته من المي وتركته هيك شوي يبرد، وبمسك هيك بعصر كل طابة هيك بهالحجم، كلها هيك بعصرها من المي. حتى بهي الطريقة الطبخ سهل، يعني لبين ما مثلا ينطبخ الرز بقلي السبانخ فورا بستوي، ما بطول كتير على النار. هاي الكمية اللي طلعت عندي. حطيت هون بدي أطبخ السبانخ، زبدة ولحمة شوي فيها دهنة، ومعلقة توم، معلقة كزبرة. بقلب فيهم هيك تقليبتين، شي يتحمص التوم عندي يتقلى، والكزبرة مع اللحمة. وراح أجيب السبانخ كمان وأنزله فوق اللحمة. طبعا فيكن تطبخوه كله بنفس يعني بنفس النهار، فيكن انه تخلوه لتاني نهار مثلا كمان وبتطبخوه تازة. حطيت نص معلقة بهار، وملح شي ربع معلقة، لأني حاطة للثوم ملح. بقلبهم تقليبتين هيك شي كله يعني شي أعرف إنه استوى، وهيك بصير عندي السبانخ جاهز. رح أطبخ رز جنب السبانخ. حطيت زبدة، وأنا الرز نقعته ومصولته، وفورا رح أنزل الرز مشان أحمصه هيك شي 3 4 دقايق. وبنزل عليه المية السخنة، وبملح الرز بنص معلقة ملح كمان، وبتركه يتهدى.
هيك طبختي صارت جاهزة. سكبت الرز والسبانخ وجنبن لبن متوم. إن شاء الله تعجبكن طريقتي بطبخ السبانخ، جنبه ليمون ومخللات. بتمنى يعجبكن الفيديو وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. لا تنسوني باللايك. شكرا لحسن المتابعة وانتظروني فيديوهات جديدة إن شاء الله.